برنامج زيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس جاب معاه مواقف مختلفة بين مرحب بالزيارة هذه ورافض لها. خبر تناولته برشا لي باج فيسبوك تذكر انه مصدر اذاعة يفيد انه امام جامع عقبة بن نافع بالقيروان رفض السماح للشيخ القرضاوي اعتلاء منبر الجامع الكبير لأداء خطبة الجمعة. الشيخ الطيب الغزي عبر عن استيائه من الممارسة هذه ونشر المعلومات الكاذبة والزائفة، ودعا اللي نصبوا له الموقف هذا من مراجعة أنفسهم وأخذ المعلومة من مصادرها. قلت الرجل عملاق مش تعطيه نصف ساعة بتاع خطبة الجمعة، ها، وتحدد الناس اللي مش يحضروش. علاش ما تعطيوش 100 ساحة أوسع؟ علاش ما تعطيوش فضاء أوسع، يعني أوسع من الجامع، ويلم الناس البرة حتى اللي ما يصليش باش يولي يجي ويسمع ويصلي، ثم تعطيه كما قلت مساحة، يعني وقت أطول يقعد يتكلم في عقله، وربما نسألوه علاش ما هكا قلت راهو مجرد رأي، ما قلتش أنا لا ما يجيش ولا لا ما يبعش، معناها حسيبهم ربي هذا يكفي واللي روضوا في الشارع